من الأشياء التي أنا أريد أن أذهب إليها في حقيقة أنه في بعض الأحداث والتفاصيل عندما يقدمها المجتمع من بوابة المنظومة الرياضية فيها شيء جميل. طبعا ونحن يعني نختم الأسبوع كان هناك جمع شمساني من الشخصيات، طبعا من بوابة أيضا رئيس النادي أستاذ عبد الرحيم قاوي، وأيضا عدد من الشخصيات طبعا زارت عدد من رموز شمسان. طبعا اللي في الصورة هذا عبد الجبار عوض. عبد الجبار عوض في كرة القدم لاعبا ومدربا وإداريا هو حديث متصل بقيمة التاريخ الذي ينتمي إليه طبعا نادي شمسان. عبد الجبار عوض طبعا أكيد يعاني مع وعكة صحية منذ سنوات، هو طبعا يتواجد في بيته، لكن هذه الشخصيات عصام خليدي، خالد بيزع، رياض السقاف، ناصر العقربي، وأسماء أخرى أيضا، عصام خليدي مثل ما قلت، وأيضا عهد الهاشمي، أحمد الحسني أيضا أو الحسني بالأصح، وكثير من الشخصيات زارت عدد من رموز شمسان، أبرزهم طبعا عبد الجبار عوض في منزله، وأيضا بدر حمود في صور أيضا ستأتي لشخصية زيارة بدر حمود، وأيضا شخصية جميلة يعني مشجعة. هذا الشخصية المريضة هنا على هذا الفراش هو طبعا عبد عثمان، شخصية تعاني مع ظروف الحياة، مع قسوة الحياة، وبالتالي يعني هذه الأشياء بأمانة على كل الأندية أن تتبناها. يعني هذا الجمع الشمساني في الزيارة والحاجة الموجود أيضا ونزار ومعليش والقراوي وحسين نور وشخصيات طبعا فيها قيمة أخلاق نادي بأمانة. عندما يجتمع هؤلاء ويذهبون لزيارة عدد من الشخصيات، إذا نحن نتحدث عن قيمة أن يكون هناك دور للتعاطي مع هذه الرموز، هذه التي أعطت ومنحت وقدمت مشاوير الحياة، وصلت اليوم إلى عمر محدد. هذا بدر حمود طبعا ربنا يعطيه الصحة والعافية، أيضا فرض عليه المرض أن يبقى في منزله لسنوات طويلة. أنا طبعا أحيي كل من زار، وإذا نسيت اسم ما ذكرتوش أعتذر، لكن في الأخير أنه هذه اللفتة أنا في رأيي الشخصي كرياضي وكإعلامي أنه هي رسالة لباقي الأندية، لأنه كثير من الشخصيات في أنديتنا العدنية والأبينية والحضرمية تعاني في شبوة والضالع وكل محافظاتها تعاني أحيانا حتى مش مع المرض، مع السوء، لأنه البعض تهزمها الظروف وخلاص يذهب إلى جدران منزله وكأنه يشكي الوضعية التي يعيشها، وبالتالي هذه الأمور هي فيها جبر خاطر. اليوم عندما يأتي رئيس النادي الحالي عبد الرحيم قاوي، وأيضا رئيس النادي السابق عدنان القلعة، وأيضا ما قبله خالد بيزع، بباقي الأشياء الشخصيات التي حضرت يذهبوا، إذا نحن نقدم رسالة أنه الدنيا ما زال فيها خير. يعني أحيانا البعض يقول لي يا كابتن خالد أنت في قسوة في حديثك، يعني في موضوع الوفاة شخص أو مرض، أنا ما أقسي، لكن أنا أذهب إلى أنه أذهب برسائل. الخير موجود في كل الناس، لكن يحتاج إلى نهضة، وأعتقد أنه هذه اللفتة أتمنى أن تتكرر في التلال وفي وحدة عدن وفي شمسان، في الشعلة، في الميناء، نزور هؤلاء الذين قدموا كل شيء مش فقط للرياضة، لهذه الأرض الجميلة عدن أو للحج أو لأبين أو لحضرموت أو وبالتالي أنا سعيد أني شاهدت هذا المنظر، وسعيد أني أيضا اليوم أنا قدمته بحديث من القلب، يعني بعيدا عن ما كتب في الخبر، لأنه بجد كل من زار فيه قيمة، لكن وكل من زاروا أيضا هؤلاء قيمة أكبر. الجبار عوض بالتاريخ، الجزيرة وشمسان والمنتخبات، وأيضا دوره المجتمعي والقيادي لسنوات، ولا أنسى أيضا بدر حمود، شخصية أيضا لعبت كرة السلة والطائرة وكانت نجومية مكتملة مع المنتخبات الجنوبية، إلى أن ذهب طبعا إلى دور قيادي وتميز، لكن المرض وما أدراك ما المرض طبعا، إضافة إلى الرجل البسيط طبعا عبد عثمان اللي زارته هذه الشخصيات وقدمت له المواساة. أنا أتمنى أيضا أن هذه الأشياء تتكرر ونراها دائما طبعا حتى نشعر أن المجتمع بخير بوابة هذه اللفتات وهذه طبعا الزيارات التي يقوم بها بعض الشخصيات. شكرا لكل من تواجد، وشكرا لإدارة شمسان على هذا اللفتة الطيبة تجاه ثلاث الشخصيات، وأتمنى أن نشاهد هذه أيضا السلوكيات بمشاهد متكررة بنفس المنوال.